عند الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. اللهم آمين يا رب العالمين. يا صباح الرضا، يا صباح التفاؤل، يا صباح كل حاجة حلوة على قلوبكم اللي زي العسل دي وطيبة قلبكم. ما تحرمش منكم أبدا ولا من كلامكم اللي زي العسل اللي بيشجعني دايما. كل اخواتي اللي نوروني في بيت المتواضع، نورتوني وشرفتوني وزادت القناة شرف ونور بيكم يا أحلى اخوات وأحلى صحاب. بشكركم جدا على كلامكم الجميل اللي بيشجعني ان انا اصور واطور من نفسي اكتر واكتر. النهارده ان شاء الله هنعمل روتين حلو قوي ومشجع جدا. بس لو انت لسه جديده واول مره تشوفيني، انا خلود ودي قناتي من بيت خلود. كل ما هو جديد ان شاء الله هتلاقيه عند خلود. ما تنسيش بقى تدعمينا باللايك وبالاشتراك في القناه عشان يوصلك من البت خوخ الشطوره كل ما هو جديد ان شاء الله وبامر الله. النهارده يا حبايب خوخة آخر تجهيزات الشتا، والحمد لله ربنا أكرمنا وخلصناها. اللي هو المطبخ، وما أدراكم ما المطبخ والدهون اللي بتكون موجودة في المطبخ. هنمسك النهارده المطبخ بتاعنا من فوق كده زي ما انتوا شايفينه يا بنات. هننضفه كويس جدا، ما نخليش فيه أي حاجة. الحمد لله وبفضل الله. أنا كنت حاطة من فوق من عليه بواقي الفرغ اللي هو كان الورق الستيكر اللي أنا حطاه على الحيطة، اللي هو الورق الطبيعي ده. بيبقى في ظهره كده ورق. فأنا شِلته، استفدت بالاتنين، لزقت الحيطة وحطيت الورق على التكفيلة من فوق. وما كانش كافة معايا، حطيت عباية قديمة وطرحة قديمة عندي كده من فوق. طبعًا أنا ما فيش حاجة بتبقى باينة من التكفيلة كلّها غير البرواز اللي فوق ده، وبينضف معايا بثواني بالمنظف اللي أنا جايباه لكم ده. طبعًا مش هاقول اسمه تاني عشان أنا نزّلت الفيديو ده أول مرّة واتحظر، ورجعت مسحته وسجّلت تاني ونزّلت تاني. فربنا يسترها وما يتحظرش تاني معانا. طبعًا أنتم كلّكم عارفينه، وهو جاي في الصورة بدل المَرّة كذا مرّة، حلو جدًا واستخداماته حلوة جدًا. أهو يا بنات ده اسمه. أتمنى يا رب يكون الاسم واضح معاكم، ويكون كل حاجة كده واضحة معاكم عشان الفيديو بتاع النهارده. اللهم بارك يا رب. هنرجّع المطبخ بتاعنا مطبخ عروسة، وحلو جدًا ما فيهوش أي حاجة. يعني مش هياخد منِّك وقت كده، في دقايق قولي يا رب بس كده، وقولي الدعاء بتاعنا اللي إحنا دايمًا بنقوله: اللهم أخرجني من حولي وقوتي وادخلني في حولك وقوتك يا ذا القوات المتين. وبتلاقي ربنا مديكِ صحة، اللهم بارك يا رب. بتخلّصي كده كل حاجة في ثواني. إحنا عملنا أول حاجة الجزء التاني اللي هو لوحده، وده الجزء اللي فوق الحنفية، اللي فوق الحوض وكده. هننضفه كويس جدًا، مش هنخلّي فيه أي حاجة. ومعايا النهارده قصة يا بنات كده عايزاكم بقى أنتم تنصحوها وتقولوا لها تعمل إيه. أنا عندي 29 سنة، تمام. أنا عندي 29 سنة. من صغري وأنا بيتنمروا عليَّ، بيقولوا لي كلام وِحِش، شكلي مش حلو، جسمي مش حلو، ما ليش شغلانة. دخلت الثانوي، اتنمروا عليَّ برضه. دخلت الكلية، ما كانوش بيتنمروا عليَّ بشكل واضح، كانوا بيجيبوها من بعيد لبعيد. كانت أكتر صحابي بيقولوا لي كلام وأنا عارفة اللي هو عكس كده. يعني كانوا يقولوا لي: أنتِ جميلة، أنتِ جسمِك حلو، وأنا عارفة اللي هُم بيجاملوني عشان ما كانش ليّا صحاب خالص، وكنت دايمًا متجنبة وقاعدة لوحدي. ما بانزلش خالص من البيت ألا ما بانزلش خالص من البيت إلا على قد المشوار بتاع السوق. باكون ماشية جدًا وخايفة في وسط الناس، حاسة إن الناس كلها بتبُص لي بصّة وِحشة، حاسة إن الناس كلها هتقول لي: يا أمه شكله وِحِش، الناس هتقول لي: هي عاملة ليه كده، الناس هتقول لي. كل حياتها الناس، الناس، الناس. عندها 29 سنة. بتقول: قِلّة فرصتي في الخطوبة والجواز قَلِّت، عدم خروجي من البيت، ما باروحش في أي حتة، حتى البلكونة باخاف أطلع فيها. عاملة على البلكونة ستارة وبانشّر على المنشر، بانشّر السجاد والملايات من ورا الستارة. ما ليش حد، ما ليش صحاب، ما ليش اخوات، ما ليش أي حد باتعامل معاه.
كل عيشتي مع نفسي. حتى بابايا ومامتي ما بكلمهمش الكلام اللي هو بين أب وبنته وأم وبنتها، اللي هو حاضر وطيب ونعم وحاضر. ما باقعدش معاهم في أي سهرة، اللي هُم مثلًا يشغّلوا تلفزيون، يقعدوا قدّام فيلم، أي حاجة ما باقعدش معاهم، دايمًا محبوسة في غرفتي. والسنة اللي فاتت والدي اتوفى، ومن زعلي عليه اكتئبت أكتر وما عدتش باخرج من البيت نهائي. ومامتي جالها السُكّر، وحبّة في حبّة السُكّر بدأ يزيد عليها، ومامتي في آخر نهاية السنة اتوفت هي كمان. يعني بابايا ومامتي اتوفّوا في سنة واحدة، واحد في بداية السنة ومامتي في نهاية السنة. ادعوا لي اللي أنا أكمل مسيرتي عشان أنا تعبت ومش عارفة أعمل إيه. هل أنا لو نزلت أشتغل دلوقتي هيكون ليا فرصة؟ هل أنا لو نزلت أفتح مشروع هيكون ليا فرصة؟ هل أنا لو جبت حاجة وبعتها هيكون ليا فرصة ولا التنمر هيفضل شغال؟ أنا عايزة أقولك أنتي أحلى من ناس كتير. الصحة أهم من أي حاجة في الدنيا. حبي شكلك عشان ايه؟ ربنا اللي خلقك بيه. ملكيش دعوة بكلام حد، ملكيش دعوة بكلام الناس. ما تزعليش من اللي هقوله. انا اخت وبنصح، وكلهم دلوقتي برضو هيسمعوا الفيديو ده وهينصحوكي بكده. حبي شكلك عشان انتي احلى من ناس كتير جدا. انتي لو بصيتي للي تعبان اكتر منك هتعرفي اللي انتي في نعمة. انتي لو بصيتي لحد تعبان بمرض سرطان، ربنا يعافيهم يا رب، ربنا يعافيهم ويشفيهم ويحد عنهم البلاء، مرض سرطان، ثقب في القلب، الحاجات دي كلها هتحمدي ربنا على اللي انت فيه. انت ما فيكيش حاجة. انت بعتيلي صورتك، انت ما فيكيش حاجة. انت اللي حاطة في نفسك كده وانت اللي عاملة في نفسك كده. 29 سنة مش كبيرة. انت لو بدأتي مشروع هتعرفي توقفيه. لو نزلت اشتغلتي في محل عند دكتور عند اي حد هتشتغلي، الفرصة ما راحتش منك ولا حاجة. في بيتجوزوا على 35 سنة. انت ليه مكبرة نفسك وليه حاطة في نفسك اللي انت اما تنزلي الشارع ده هيتكلم عليكي وحش وده هيتكلم عليكي وحش؟ انت اللي عملتي في نفسك كده، محدش عمل في نفسك فيكي حاجة. انت لو خدت الكلام السلبي ده بطاقة ايجابية كنت هتبقى احلى من كده. انت ما فيكيش حاجة، كل اللي انت فيه شوية سمنة مش اكتر. ممكن مع دكتور رجيم نظبط الدنيا دي كلها ونظبط اكلنا، ما ناكلش بالليل وتبقى الدنيا 100 فل و14. كلنا تخان، يعني التخين عايز يرفع والرفيع عايز يتخن. احنا نحمد ربنا على اللي موجود، نحمد ربنا على اللي احنا فيه. طالما انت قادرة تنزلي السوق وتجيبي طلباتك وتخدمي بيتك دلوقتي وتطبخي وتسيقي وتمسحي وتعملي الحاجات دي كلها، تعرفي اللي انت في نعمة وربنا ناعم عليكي بيها حلوة قوي. فانت ما تبصيش للحاجات السلبية، بصي للحاجات الإيجابية اللي في حياتك. انت عندك حاجات ياما حلوة. عندك اللهم بارك المعاش بتاع والدك والمعاش بتاع والدتك. عندك اللهم بارك معاكي تعليم عالي، صحتك كويسة. يعني كل حاجة ما شاء الله فيكي جميلة، وانت جميلة أصلا، انت والله جميلة. جميلة وقلبك أبيض. أنا مش عايزاكي تزعلي من كلام حد، كلام الناس ولا بيودي ولا بيجيب. انت واحدة بسكوتة كده في نفسها. يا ريتني ابقى تخينة كمان، هو التخن وحش؟ ده التخن جميل. انت كده يا حبيبة قلبي فوقي، فوقي لنفسك كده وانزلي دوري على شغل واعملي رياضة. معكيش مثلا الميزانية جامدة اللي انت مثلا تعملي عملية؟ كل يوم الصبح صلي الفجر وتوكلي على الله وخديها جري من عند بيتك لحد الكليات، وانت هتلاقي الدنيا معاكي 100 فل و14. انا نزلت القصة بتاعتك اهوت زي ما انت طلبت مني. هتشوفي تعليقاتهم وهتشوفي كلامهم، هتلاقوهم الكل بيقولك انت في نعمة. انت في نعمة واحمدي ربنا عليها. الصحة دي اهم من اي حاجة. وانت التخن مش اللي هو يعني اللي احنا نقول عليه ده عايز عملية. انت ما شاء الله جسمك كويس، يعني انت حوالي 90 كيلو، مش كتير برضو. بيتنمروا على ايه؟ وسمارك جميل والله العظيم، سمارها جميل يا بنات. هي بشرتها غامقة شوية بس والله ملامحها مقطقطة وعسل. فانتي سمحتي الفيديو طبعا دلوقتي، قوليلي وانا قوليلي نزلي صورتي في اول الفيديو وانا هنزل لهم الصورة بتاعتك. انتي جميلة في كل حالاتك، كفاية ما شاء الله معاكي تعليم عالي. إيه أمورة حلوة، قلبك أبيض. انت عارفة انت عشان قلبك أبيض بتزعلي بسرعة. اه والله. انت عشان قلبك أبيض بتزعلي بسرعة. لا أنا عايزاكي كده يكون روحك طويلة كده. ده احنا الشعب المصري، يعني الشعب المصري بيبقى عنده كده ايه،
طاقة، يعني المفروض تستحملي، يعني هتشوفي حاجات كتير من كده، يعني بعيد عن التخن، بعيد عن السمار، بعيد عن الحاجات دي كلها، هتشوفي حاجات مواهب. أنا فاتحة القناة دي باشوف فيها مواهب، يعني بيقولوا لي يا غشاشة المحتوى، أنا أنا العبد لله غشاشة المحتوى، ده أنا ده أنا الحمد لله يعني، وبفضل الله أكتر واحدة بتتعب على القناة بتاعتها، اللهم لك الحمد يا رب. فأنتم بقى كده يلا إيه، نسيبنا بقى من الموضوع بتاعنا ده، واكتبوا لها كلكم في التعليقات اللي انت جميلة والصحة أهم من أي حاجة، وشجعوها كده اللي هي تنزل تشتغل، واللي هي تعمل رياضة برضو كده، وتقوم كل يوم الصبح كده تجري وتعمل رياضة وتخرج مع أصحابها وتعيش حياتها بكل طبيعة. يعني عيشي حياتك واستمتعي كده بحياتك، الدنيا مش مستاهلة والله زعل، ولا مستاهلة تنمر من أي حاجة. يعني أنا حابة الحملة أصلا اللي بتيجي على CBC دي بتاعت لا للتنمر، حلوة قوي، يا ريت كلنا نطبقها. يعني مش مستاهلة اللي احنا نقول لحد كلمة يمه نضارة، يا تخينة، يمه حنك، يمه مناخير، الكلام ده كله ملهوش لازمة، يا حمار، يا اللي ما بتسمعش، الكلام ده كله والله ماليه لازمة. لا للتنمر فعلا. أنا حابة الحملة دي جدا، وبتمنى كلكم تنفذوها وتعلموا أولادكم برضو اللي التنمر ده حاجة مش كويسة. محدش يتنمر على حد، محدش يتنمر على لبس حد، محدش يتنمر على شكل حد. ربنا يا رب يهدينا ويهديهم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. نخش بقى في الفيديو بتاعنا ونشوف الجمال اللي احنا عملناه فيه. انا اسفه ان انا اتشغلت عليكم، بس طبعا كل حاجه واضحه معاكم، يعني بتشرح نفسها كده وموضحه نفسها. مسكت الشفاط بتاعي، غسلته كويس جدا من الدهون وطقم التوابل والمعالق، نقعتها بكلور وخل وصابون، وكل حاجه في المطبخ هنعتبر اللي احنا عملنا لها ايه، غسيل كده من اول وجديد. هنا طبعًا بعد الطقم التوابل بتاعي ما خلص ونشّفته كويس جدًا، طبعًا يا بنات أنتم عارفين إن المطبخ بتاعي مساحته ضيّقة، فأنا باحاول إن أنا باعمل حاجة كده عشان ما اضيّعش وقت ولا مجهود. هنا بقى إيه، رُحت اشتريت شوية بهارات كده، ما أنا قُلت ما ينفعش النضافة والحلاوة دي والتعقيم ده وما يتحطش فيه بهارات جديدة، لأ، يالّا يا بنتي يا خوخة انزلي كده اتجدعني وبطّلي بُخل وانزلي اشتري شوية بهارات. نزلت جبت اللي ب3 جنيه واللي ب5 جنيه والحمد لله مليت كل حاجة، بهارات فراخ لقيت، بهارات بطاطس جِبت، مرقة دجاج فرط جِبت، 7 بهارات جِبت، وكانت أختي مدياني حبّهان، وكنت جايبة بهارات فراخ، وكان عندي كُبّابة صيني وورق لوري، كان عندي الحمد لله كل حاجة. وجِبت هنا الكريسبي وجِبت فيجيتار عشان بقى باعمل بانيه بنات تحفة، اللي هو اللي بيقولوا عليه نَجِس ده. يا خرابي يا ولاد! حلو حلاوة، طِعِم طعامة، والله العظيم أحلى من الجاهز كمان. تشوفيه تقولي أنا جايباه جاهز وباصوّره لكم، هابقى أصوّره لكم وأنزّله لكم إن شاء الله على القناة، عشان إيه، تتعلّموا وتستفادوا كده، إحنا لازم نعلّم بعض كده ونستفاد من بعض. مسكت بقى هنا مكان الجزء اللي كان فيه طقم التوابل والعجّان، شِلت كل حاجة بمعنى أصح غسلتها ونضّفتها، وطقم التوابل اللي كان فيه غسلته، وطقم الشيالات اللي كان فيه غسلته، كل حاجة حرفيًا مسكتها نضّفتها وغسلتها ما خلّيتش فيها حاجة. والسيراميك والرخام خلّيت كل حاجة بتضوي، اللهم بارك. شوفوا النشاط حلو إزاي، بامسح كده، اللي أمسحه أركنه في جنب، اللي أمسحه أحطه في جنب وأرجّعه تاني مكانه. إن شاء الله هنصوّر فيديو بتاع رَص المطبخ والفرشة، حاجة كده تفتح النِفس، اللهم بارك. حاجة كده يعني تحسّوا كده فعلًا بنضافة، بانتعاش، بكل حاجة حلوة، شايفين؟ ومسكت بقى السقف بتاعي كده هبّيته ونضّفته ما خلّيتش فيه أي حاجة، والتجفيلة بتاعتي من جوّه أنا كنت رصّاها معاكم وكنت منضّفاها ما خلّيتش فيها أي حاجة. مسكته برضه كده من برّه زي ما أنتم شايفين، نضّفته كويس جدًا، وهنا علّقت الحاجات بتاعتي اللي أنا غسلتها. عايزة أقول لكم الشيالة دي حلوة أوي، فأنا لو لقيتها تاني موجودة عند المحل اللي أنا جايبة منه، هاجيب لي 2، 3 يعني مش بتخسّر يعني قوية، بتشيل برضه المجّات بتاعة القهوة، هتقولوا مثلًا ما تشيلهاش وكده، هي بتشيل وكل حاجة بس لو على سيراميكا ناعمة. أنتم شايفين عندي السيراميكا هنا مموّجة، فعشان كده مش حاطاها على السيراميك، قُمت حاطاها في التجفيلة من فوق، حطيتها في التجفيلة من فوق، فإيه، مسكت معايا أكتر، اللي هي أمّا اتحطت كده في التجفيلة كده من تحت، مسكت معايا أكتر، ما شاء الله يعني وقوية، محطوطة كده يعني من رمضان.
هنا طبعا مسكت الحته برضو الرخامه اللي تحت الشباك نضفتها. طبعا انتوا لو خدت بالكم من اول الفيديوهات خالص، اول ما عملت روتين ما كانش مطبخي بالمنظر ده. انا كان البوتاجاز مكان قطعه التكفيله اللي انتوا شايفينها دي، اللي عند الشباك. فمكان والحته اللي هي الخزنه اللي لوحدها دي، كانت شفتوا طقم التوابل كانت محطوطه جنبه، اللي هو هنا عند اول حته في البوتاجاز دي، عند مكان العيون الاولانيين دولت اللي على ايديكوا الشمال، كانوا محطوط هنا. بس البوتاجاز بتاعي اما كنت بفتحه كان متعب، ما كانش بيتفتح كامل. فانا جبت عمو بتاع البوتاجازات وكده، غير لي مكان الخرطوم عشان هو غاز طبيعي، غير لي من فتحه لفتحه وجبته هنا كده، عشان اما بعمل طرط بكون عايزه افتح الفرن كامل عشان ادخل براحتي واطلع براحتي الصاج بتاع التورته وكده. فقمت عاملاه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وكده مرتاحه اكتر، يعني ببقى واقفه مرتاحه في المطبخ. انا كنت الاول المطبخ محطوط على حته بلاطه عاليه، يعني هم حاطين كده وزر عالي من عند الحوض بالتكفيله، اللي هو شايفينها بانت لوحدها. لافين كده المطبخ زاويه حرف كده، اللي هو مثلا يبعد التكفيله عن الميه. وبجد حلوه الفكرة دي، حلوة يعني لما بتكبي مية براحتك ما بيبوظش الرجول. شايفين الحتة بقى اللي ما فيهاش وزر بايظة، الرجول بتاعتها باظت من المية. امال هنا كده زي ما انتوا شايفينها كده يا بنات، دي كلها على وزر من الرخام، معمولة كده على وزر من الرخام. يعني التكفيلة على وزر، تكبي مية براحتك بقى ما بيحصلهاش اي حاجة. امال الناحية التانية ما فيهاش وزرة، محطوطة رجول فصدت من كتر المية. هو اصلا مطبخي ده كله عايز يتشال هالة بالة كده، يترمى في الزبالة ويتعمل غيره. ان شاء الله ادعولي بس كده ربنا يفتحها عليا ويكرمني من اوسع ابوابه، وان شاء الله هجدد حاجات كتير نفسي اصلا في حياتي اعملها من زمان. زي الركنه، مش عايزه ركنه، انا عايزه صالون. يعني انا مش عايزه ركنه، اعملوا له صالون يا جماعه. حد يديني فلوس كده اعمل صالون، او يتبرع لي بواحد، اللي هم بتوع الدعم دولت يبعتوا لي اي حاجه كده، نعمل صالون ونعمل مطبخ جديد. الحمد لله، انا بهزر طبعا، كل حاجه فضل ونعمه من ربنا. انا حامده ربنا قوي وشاكراه على اللي انا فيه، احنا احلى من غيرنا. النهارده كده بقى زي ما انتم شايفين خلصت المطبخ بتاعي كله، ما خليتش فيه اي حاجه، من تكفيل الارضيه لكل حاجه. هنخش بقى على الحمام اعزكم الله، هنعمل فيه ايه يا خوخه؟ هنعمل فيه الشباك والسجاد بتاعنا، عشان انا قلت طبعا لازم افرش كل حاجه وانضف كل حاجه من الالف للياء، ما اخليش فيها اي حاجه. مسكت هنا بقى الشباك بتاعي كده بالصابون بتاع المواعين ده. احلى حاجه عملتها في الشباك ده يا بنات، اللي انا عملت السلك بتاعه اللي هو صلب. يعني لو خدت بالكم هتلاقوا كده على الشباك وزرة من الخشب، يعني انا اشتريت سلك صلب ورحت لعم النجار شل الناعم وحط له الصلب ده، وعامله جامد اللهم بارك زي ما انتوا شايفين كده. يعني بيتغسل بالفرشة دي خشنة، بينضف في ثواني، بدون بقى تبور، بدون منظف، بدون اي حاجة، بينضف في ثواني. طبعا زي ما انتم شايفين كده نضفته كويس جدا. هنضف بقى الارضيه ما خليش فيها اي حاجه. همسك بقى السجاد بتاعي هنضفه برضو، عشان نفرش كل حاجه زي ما انتم شايفين. دي بتاعت السجاده البنفسجي دي بتاعت الركنه. الميه عندي كانت طلعت لحد بره، اللي هي بتاعت البلاعه اعزكم الله، يعني كانت اتقفلت وطلعت معايا مره ميه لحد الصاله، وانا اصلا قاعده اشتغل ومش واخده بالي خالص الا الميه طلعت لحد بره. الحمد لله اللي انا كنت اصلا شايله الفرشه بتاعت الصاله ما اتبهدلتش معايا، يعني لو كانت الفرشه محطوطه كنت اتبهدلت وكان طالع عيني غسيل سجاد من اول وجديد، وكانت هتغيب جدا على ما تنشف. يعني ديت هتاخد لها 3 ايام على ما تنشف، انتوا عارفين ان الجو مغيم، ما عادش فيه شمس بتطلع. الحمد لله اللي انا كنت شايلها. هنا بقى غسلتهم كويس جدا وهنضفهم. حتى الفرش بتاعه المطبخ اللي انا كنت بمسح بيها هشيلها انشرها برضو معايا، انا مش كل شويه ما عدتش لاقيه اجيب مكان منه فوط مطبخ. حتى الفوط اللي انا بشتريها بفلوس بتتبهدل برضو، كنت بغسلها يوم واتنين وتلاته وبقوم راميها. فاضطريت بقى اللي انا اجيب فانيلات مستغنيه عنها، فوطه مستغنيه عنها بقطعها. المهم اللي انا بمشي الدنيا كده باي حاجه. طبعا انتوا عارفين المطبخ بيستهلك فوط كتير
مسح دهون، مسح بوتاجاز، مسح أرضيات، مسح رخام، فأنا باستهلك فوط كتير. هنا طبعًا زي ما وصلنا هنا لحد الفيديو يا حبايب قلبي، أنا عارفة إن الفيديو مشجّع جدًا وحلو جدًا، فما تنسوش طبعًا تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة فضلًا منكم طبعًا وليس أمرًا، عشان يوصل لكم من خوخة الشطورة كل ما هو جديد، وكل الناس تشوف الفيديو ده، نِفْسي الفيديو ده يعني يجيب مشاهدة كده على قد تعبي. طبعًا زي ما أنتم شايفين يا حبايب خوخة كده أنا خلّصتهم، هامسك الحمام بتاعي أعزكم الله هانضّفه كويس جدًا ما اخلّيش فيه أي حاجة، وهاخد الفرشة بتاعتي الجميلة دي، هنطلع بقى ننشّرها برّه في البلكونة، هنا باقول لكم للحمام أنا نضّفته وكل حاجة، هنا الفرشة نشّرتها، أتمنى يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، وأكون كده ضيفة خفيفة على قلبكم، وأشوفكم في فيديو جديد يا أحلى أخوات وأحلى صحاب، مع ألف سلامة، باي باي.